سوبرمان غضبان ومؤسسة لازورس في ورطة كبيرة جدا. المرة اللي فاتت في أبسولوت سوبرمان واحد من ضباط مؤسسة لازورس اللي كان في حالة نفسية غير مستقرة قتل عدد كبير من المدنيين لمجرد انهم ضحكوا عليه. سوبرمان عرف باللي حصل وهو مش مبسوط خالص، وهيوريهم بالظبط قد ايه هو مش مبسوط، وكمان هنشوف اللحظات الأخيرة لكريبتون قبل دمارها التام. نقدر نقول في الفيديو ده ابسولوت سوبرمان العدد الخامس علشان نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط بعد العدد الرابع. ولو انت اول مره تدخل هنا على القناه فخليني اقول لك ان بقيه الاعداد موجوده هنا على القناه، هسيبهم لك في الديسكربشن تحت او في الاي اللي فوق. طيب بنشوف كريبتون من 6 سنين. كال حذر الناس ان الكوكب بيموت، وفعلا بفضل اللي عمله ادركوا ان الارض اللي تحت رجلهم بتنهار. بس هنا الكارثه الاكبر ان رجال الدين الكريبتونيين كانوا عارفين ان حاجه زي دي بتحصل من زمان، وجهزوا سفن فضائية علشان خاطر ينقذوا النخبة. بس الشرطة وصلت عند عيلة آل، لكن جورال ولارا قرروا يقتلوا علشان خاطر ابنهم. اجري يا كال، روح للعربية. جور بيصرخ وهو بيضرب الجندي اللي حاول يمسك ابنه بمطرقة، ولارا بتطلق عليه النار من ظهره. العيلة بتقفز جوه الهوفر تراك العربية الطايرة وبيجروا في الشوارع وسط فوضى عارمة. المدينة كلها مولعة والمباني كلها بتنهار، وكريبتون نفسها بتتفكك، الأرض بتتهز تحت أقدامهم، والنيران بتنفجر في كل مكان. فبعد رحلة سريعة وسط الدمار بيوصلوا أخيرا عند كهف الكريستال الأحمر، المكان اللي خبوا فيه المركبة الفضائية بتاعتهم. لارا بتتحرك بسرعة وهي متأكدة إن في فرصة علشان خاطر يوسعوا مكان لعدد أكبر من الناس. لارا بتحاول تفرغ شوية مساحة في المركبة، لكن جورال هز راسه وحط إيده على كتفها. لارا انت قلتيها بنفسك، مفيش حاجة تانية تقدري تعمليها من غير ما تخاطري بسلامة السفينة، قالها بهدوء وهو بيحاول يهديها، ولكنها لفت بوشها بعيد وعينها مليانة دموع. صوتها كان مهزوز وهي بتهمس، بس في ناس كتير لسه بره، جور قرايبنا وجيراننا. كانت بتفكروا بالناس اللي اتعرفوا عليهم في الرحلة، بالجيران اللي ساعدوهم. جور خد نفسه وهو بيضمها في حضنه، صوته كان حزين لكنه حاسم. مش هنقدر ننقذ الكل يا لارا، مفيش وقت. فبعد لحظة بعد عنها بلطف وأشار للناس اللي قدروا يجمعوهم، دول اللي هنقدر ننقذهم وده لازم يكون كفاية. على بعد خطوات كال كان واقف عند مدخل الكهف بيراقب أهله وهو حاسس بالعجز، لكنه لف بوشه وبص للمكان اللي عاش فيه طول عمره، كريبتون. الشمس الكريبتونية كانت بتحترق في الأفق، لكن الكوكب نفسه كان خلاص بيبدأ يتشقق. نار خضراء مشعة كانت بتطلع من الأرض، وفي ظروف تانية كان ممكن حد يقول إن المشهد ده جميل. دلوقتي الأرض باكستان، في قاعدة صانع السلام عاصفة ترابية حمراء ضخمة. فازاي المفروض نوقف ده؟ واحد بيصرخ في اللاسلكي والقائد العسكري بيؤمر افتحوا النار. المدافع بدأت تضرب، لكن الطلقات كانت بتعدي في وسط العاصفة الحمراء وكأنها مش موجودة أصلا. العاصفة الحمراء بدأت تلف حوالين الدبابات، وبلحظة واحدة الأرض نفسها اتقلبت بيهم ورمتهم في الهواء زي لعب أطفال. جوه الملجأ باقي صانع السلام كانوا واقفين بأسلحتهم مستعدين، بس في الراديو بقى ساكت تماما. فجأة بوابة الملجأ بدأت تسخن وتنور باللون الأحمر، المعدن نفسه بدأ يتقشر وبيتفجر، وكل الجنود اتحدفوا على الأرض مع الموجة الحرارية اللي دخلت معاه. الجو هنا بقى مشتعل حواليهم، وبخطوات هادية كال دخل من البوابة، عينيه كانت بتلمع بحرارة شديدة. مد ايده وسحب قائد صانع السلام من هدومه، رفعه بسهولة في الهواء قبل ما يخبطه بقوة في الحيطة. كريستوفر سميث قتل 23 شخص بريء. فين لازورس؟ مستخبي فين؟ فهو قالها وهو بيخبط الجندي مرة تانية في الحيطة. فالجندي مش قادر ياخد نفسه من الخوف، بيحاول كمان يتكلم بصعوبة وهو بيقول له مش عارف. ولكن كال كان عينه بتتوهج أكتر، الحرارة كانت بتزيد حوالين الولد وجسم الجندي كان بيرتعش من الرعب. بالله عليك ما تقتلنيش، الجندي قالها وهو بياخد نفس. وفجأة عينين كال رجعت لحالتها الطبيعية، وبعد كده فتحت في صدمة كأنه أول مرة ياخد باله من اللي بيعمله. فساب الجندي يقع على الأرض وبص حواليه على الدمار اللي سببه. فجأة أدرك إن سول الذكاء الصناعي بتاعه كان بيتكلم معاه طول الوقت. أنا لقيته، صوت سول قالها وهو بيكمل، ولكن في حد اسمه برينياك كان بيحاول يخترق أنظمتي. كال لف وخرج بره وعدى جنب الدبابات المتدمرة ورفع راسه وهو بيقول بصوت هادي لكنه مليان غضب، سميث برينياك هو موجود في منشأة أبحاث وتطوير في صحراء نيفادا.
سول رد عليه مكمل: أنا اخترقت كاميرات برنياك، شايفه قاعد في أوضة حواليه مدن فضائية صغيرة متخزنة جوه زجاجات. قال: في ناس جوه المدن دي، ناس مش بتبطل صراخ. سول قالها بصوت هادي لكنه مليان قلق. لحظة صمت قصيرة قبل ما سول يبلغ كال إن برينياك عاوز يتكلم معاه، وعرض عليه مكان سميث كحافز. كال ما ردش، وبدل ما ينطق بكلمة رفع نفسه فجأة في السماء طاير بعيد عن المكان. في كريبتون الأراضي الحمراء، لارا كانت بتصرخ بتطلب من الكل يركب السفينة تخليها تتفاعل معاهم علشان تكون بدلاتهم الفضائية وتحميهم. كال كان واقف قريب وكريبتو جنبه. الكلب الوفي بص لصاحبه الصغير وهو شايفه بيتأمل وطنه. بعدها كال بدأ يمشي خارج الكهف، خد نفس عميق وكريبتو بينبح كأنه بيحاول يفهم هو بيعمل كده ليه. عارف يا صاحبي، بس انا بسلم على الارض للمرة الأخيرة وبفكر الكوكب اللي جاي هيبقى عامل ازاي. كان قالها بصوت هادي قبل ما ينحني وياخد شوية تراب من الأراضي الحمراء، لكن فجأة الأرض نفسها اتفتحت تحته، انشقت الصخور والنيران الخضراء بدأت تتصاعد. حاول يتراجع لكنه كان على وشك السقوط في الهاوية. لارا وجيرير جروا عشان خاطر ينقذوا ابنهم، ولكن كريبتو سبقهم، مسك كال في اللحظة الأخيرة وسحبه بعيد عن النيران. ففي قلب المدن المنهارة الناس بدأوا يعرفوا إن في مركبات تسمى الإكليريك اللي ممكن تنقذهم، فاندفعوا بجنون ناحية منصات الهبوط بيحاولوا يركبوا بأي طريقة. بيدفعوا بعض يصرخوا لكن ما كانش في أمل. النيران الخضراء انفجرت حواليهم واكتسحت كل حاجة. مفيش حد للأسف عاش في اليوم ده. النيران ابتلعت كل شيء، المباني، الشوارع، الأحلام، بعيد عن المدن المحترقة. في الأراضي الحمراء سفينة آل أخيرا طلعت، اندفعت بعيد عن الكوكب اللي بيموت تحتها. جوه السفينة العائلات كانت متجمعة سوا، حضنوا بعض في خوف. كل واحد فيهم عارف إنه ساب العالم بتاعه وراه من غير رجعة مرة تانية. فكال هنا كان بيترعش وهو بيحاول يستوعب اللي بيحصل، لكنه لمح بنت صغيرة واقفة جنب الشباك، عيونها مليانة خوف، فحط ايده حواليها في محاولة ان هو يطمنها. ما تخافيش، دي سفينة عظيمة، احسن سفينة طارت في الفضاء، ماما وبابا هم اللي بنوها. فكال بيقول لها بابتسامة، لكن قبل ما يكمل كلمته فجأة قطعة ضخمة من كريبتون انفجرت في السماء، اندفعت بسرعة رهيبة واصطدمت بالسفينة بكل قوتها. وللأسف ده كله وصل إن تتشق نصين. اللي عايشين طاروا في الفضاء، أجسامهم اتحدفت في الهواء، الصرخات ملت المكان، وكان نفسه حس إن جسمه بدأ يروح بسرعة ناحية الكوكب اللي بينهار تحته. وهنا بقى وهو بيقع بيسمع صوت غريب في دماغه: ما تخافش يا كال، أنا سول، مركبتك الاستكشافية وهحميك. وفجأة سفينة شفافة بدأت تتكون حواليه، احتواء بالكامل، واندفعت بيه بعيد عن الجاذبية، طايرة بسرعة ناحية الفضاء. كالال بص حواليه بصدمة، مش مصدق اللي حصل، لكنه لمح إن في ناس عايشين تانيين كلهم جوه سفينهم الخاصة، محفوظين زي ما هو كان بالظبط. فبص على كريبتو، لقى الكلب جنبه في سفينته الخاصة، ديله بيتحرك بحماس كأن الرحلة مجرد مغامرة جديدة بالنسبة له. وفجأة ظهر جوريل ولارا جنبه، وجوههم مبتسمة: احنا هنا يا كال، معاك دايما يا ابني. السفن بدأت تخترق الغلاف الجوي بتبعد عن كريبتون، ولكن الانفجارات كانت قوية جدا. النيران الخضراء اندفعت لفوق، بعض السفن بدأت تفقد التوازن بتاعها، ورقم ضخم من الكواكب كان بيطاردهم كأنه بيرفض يسيب حد يعيش. سفينة كال اتحوطت بالكامل باللهب الأخضر، وقبل ما يقدر يقول أي حاجة كريبتو بالكامل اتفجر وراه، زئير أخير من كوكب بيموت. لمدة لحظة ما كانش في أي حاجة غير الصمت المطلق، وأخيرا روح كايلين انفجرت من وسط النيران، وكال هتف بسعادة وهو بينطلق بسرعة في ظلام الفضاء. لكن لما بص حواليه ملقاش للأسف أي سفينة تانية جنبه. ماما، بابا، حد سمعني؟ أي حد؟ بينادي بأمل لكن مفيش رد. سفينته كانت بتطير لوحدها في المجهول الواسع. وهنا بقى على الأرض كال هبط في حقل كبير، النجوم كانت بتلمع في السماء فوقه وهو بيتقدم للأمام، التراب الأحمر بيطير وراه زي رداء. سول قال إنه لقى مكان كريستوفر سميث، لكن كال هز راسه بقوة: انسى دلوقتي سميث، مش عاوز أعرف هو فين. بص على إيده، عيونه كانت مليانة قلق: أنا خايف من اللي ممكن أعمله لو شفته دلوقتي، أنا بس محتاج أكون لوحدي، محتاج أفتكر. سكت لحظة وبعدين همس: سول، محتاج أفتكر الوطن. كال بدأ يمشي لقدام، رجله لمست طريق ترابي، وبعد لحظات مر جنب يافطة قديمة مكتوب عليها سمولفيل كانساس على بعد 10 أميال. وهنا بينتهي العدد الخامس من قصة أبسولوت سوبرمان، وعلى حسب اللي بنسمعه لحد دلوقتي ان فاضل عدد واحد بس ونعرف نهاية القصة. فما تنساش لايك، سبسكرايب، شير، علشان خاطر وقت ما القصة الجديدة تنزل تتابعها هنا على القناة أول بأول.